انا من مجالات شغلي كرسام، شغلي في مجال الموشن جرافيك. ازاي دخلت مجال الموشن جرافيك او عرفته ازاي؟ بص، انا زي ما بقولك كده ان انا من زمان وانا اصلا هوايتي ان انا ارسم واشخبط، والسكتشات اللي بنعملها دي كلها فاهم، اللي هو الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده يعني. فانا معروف بين اصحابي ان انا برسم كاريكاتير، وبحاول ان انا اطور نفسي شويه وشويه وكده يعني. فعمرو الجنتيري صاحبي اقترح عليا، قال لي طب انت بتعرف ترسم، طب ليه ما ترسمش بالاسلوب اللي هو ما كانش عارف اصلا اسم الاسلوب. تمام، وانا ما كنتش عارف، بس هو بيحاول يفهمني عن طريق انه بيوصف لي يعني يقول لي اللي هو التفاصيل فيه قليله بس موصل الكاركتر قوي ومش عارف ايه. فهو قعد يفهمني وانا اجرب ووري له، يقول لي لا مش ده، طب يا ابني ده اللي انت تقصده، لا مش ده. بدات ان انا افهم، احاول برضه ان انا اطبق، مفيش، مش واصله خالص. فين وفين هو قعد معايا وقعدنا، قال لي لا انا اقصد اللي هي بيبقى كذا، ويبقى الشكل الوش مش بالتفاصيل اللي انت بتعملها، لا بيبقى يا اما مربع يا دايره، يا له شكل كده. مع شويه محاولات الدنيا وصلت شويه، فاشتغلنا والله وطلعنا شغل. يعني انا طلعت شغل وانا مش عارف ايه اللي انا بعمله ده، بس حاسس ان انا برضه مخنوق. يعني انا ماشي في سكه، طب ليه يعني مش فاهم، لغايه ما مش فاكر والله عرفت ازاي ان هو اسمه الفلات الستريشن. فلات الستريشن ده طبعا لما عرفت الاسم فرق معايا جدا بقى. فرق معايا في ايه؟ في السيرش. طبعا يعني زي ما اكدنا قبل كده، لو تفتكر الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها، ان انت دايما اتفرج كتير، سيرش كتير، اتمرن كتير، شغل ايدك، ما تبطلش، اسأل دايما، وخليك دايما مفتقد المعلومة ده لو انت داخل مجال وعاوز تثبت نفسك فيه، او عاوز تكمل فيه، او عاوز تبقى قوي فيه. فبدأت ان انا اسيرش على الفلات الستريشن ده. بدأ بقى النتائج تظهر بكل ستايلاتها. بدأت انا بقى انقي بقى الستايلات واجرب وتحاول كده ان انت تطور من مستواك، وفي نفس الوقت انت بتضيف من عندك. طبعا دي ميزه بيضيفها لك الرسم، او ان انت مهتم اصلا بالرسم. بلاش اقول للرسامين، لان عشان بس ما تفهمش ان انت لازم تكون رسام محترف يعني. لا، انا اعرف ناس شغاله بشكل قوي جدا وبيطوروا جامد جدا وشغلهم حلو جدا، وهم مش رسامين بالدرجه، لكن ما بيستغناش عن السكتش بوك والقلم الرصاص. فبعد كده الدنيا بدات تتطور، بدا الشغل ياخد بقى شكل احترافي شويه يعني. فبدا ان انا لا، وانا شغال طب ما اجرب كده اضيف حاجه. طب هو المفروض ان انت ما بتعملش كذا، طب لو انا عملت ايه اللي هيحصل؟ طيب خلال بقى رحله الشغل بتاعي ده، الرسم والسكتشات اللي انا بعملها بالقلم الرصاص فادتني بايه؟ او انا اصلا كنت بحب ان انا ارسم، طب فادك بايه بقى ان انت خدت طريق ان انت هتشتغل بيه وهيبقى شغلتك؟ فادني كتير جدا. اولا وانت بتعمل سيرش وبتطور من مستواك، فادك قوي في حته ان انت التجارب اللي انت بتعملها سهل، الستايلات اللي قدامك المختلفه سهل ان انت تقعد تقلب فيها وتحاول تجرب فيها. سهل قوي ان انت تضيف من عندك. سهل قوي ان انت تفرض عضلاتك في حته، مثلا ان انت الشخصيات اللي انت بترسمها دي من دماغك بتاعتك، بتلعب في حته الظل والنور حلو. بتعرف ميزه جامده جدا، ان لما كنت انا بشتغل كان في مثلا السكريبت بيتطلب ان انت تلجأ لشخصيه حقيقيه. ازاي ان انت بتعملها؟ فاكر الفيديوهات بتاعت ان انت ازاي ترسم شخصيات من الحقيقه، او ازاي توصل لاحسن سمات بتميزها، وانك لو دوست على تريكات معينه بيقول ان ده فلان. وفي نفس الوقت ممكن يكون مش لازم ان انت تدوس في تفاصيل. يعني هنا بقى التحدي، ان انا مش هدوس في تفاصيل قوي، بس في نفس الوقت محتاج ان انا اللي يشوف الشكل المربع ده، هو مربع فعلا حرفيا مربع، اللي يشوف المربع ده يقول ان ده فلان. او على الاقل لو السكريبت بيتقال، لو في فويس اوفر او حاجه وقال اسم الشخصيه وشاف الكاركتر اللي انا عامله ده، ما يحسش يعني يقول لك هو مقصود بيه. ايه اللي بيفرق؟ هل الادوات اللي انت بتشتغل بيها لما بقى خلاص ان انت ما بتشتغلش بالقلم الرصاص، فبدات ان انت بتشتغل مثلا بالتابلت، او ان انت بتشتغل برامج او الكلام ده، هل ده فرق معاك؟ انا بوجهه نظري ان هو فرق معاك في الفينش بس مش اكتر. لكن نفس اللي انت بتعمله بالقلم الرصاص، نفس امكانياتك بالقلم الرصاص هي اللي بتعملها بالادوات الجديده اللي داخله عليك. دي ان انت المفروض ان انت بتطور اللي انت بتعمله، لكن هي ما بتخلقش حاجه جديده في اللي انت بتعمله. ممكن بتديلك افكار، ممكن بتسهل عليك
طرق وانت كنت بتتعب جدا وانت بتعملها مانيوال مثلا، فبدات انها بتسهل عليك حاجات كتير. بتسهل، بس اللي في دماغك هو اللي في دماغك. فما تنبهرش قوي بالفينش بتاع حد تاني. حته ان انت بترسم بالقلم الرصاص او السكتشات اللي احنا بنعملها دي، هي دي الاساس، اساس لاي شغل انت ناوي ان انت تشتغله بعد كده، او ناوي ان انت تاخده كمصدر رزق، سواء كنت هتشتغل في الاعلانات او هتشتغل في الموشن جرافيك او هتشتغل في الستوري بورد او هتشتغل في اي حاجه. بس مبدئيا ان انت ابدا اتعلم برنامج. ضروري جدا ان انت لازم تتعلم برنامج، سواء فوتوشوب او الستريتور، يعني ايا كان. تاني برشح قناه مصطفى مكرم. الراجل ده ما شاء الله قوي جدا في الشرح. واتفرج كتير وسيرش كتير واتمرن كتير.